جربت نوعين من الأشواجندا، خليك معايا لآخر الفيديو عشان أقول لك التأثير بتاع كل واحد فيهم من حيث النشاط والستريس والنوم. النوع الأولاني بتاع أورجانيك نيشن هو عبارة عن كبسولز، أنت المفروض بتاخد 2 كبسولز، هو 60 جرعة 600 مللي جرام. بتاخد 2 كبسولز with plenty of water. تمام، طبعا هو عبارة عن كبسولز، تمام جدا مفيش فيه أي مشكلة. النوع التاني هو بتاع امتنان، تمام، برضه بتاخد منه حوالي 300 مللي جرام، ده بتحطه على اي حاجه علشان هو الفورم بتاعته عباره عن باودر مش عباره عن كبسولز. هوريك شكله دلوقتي، ادي شكله، هي عباره عن باودرز. مش عايز اقول لك طعمه سيء قد ايه، ودي اسوأ حاجه فيه، فلازم تحطه على اي حاجه. ادي شكل ادي شكل اورجانيك نيشن، تمام، كبسولز عاديه. تمام، المحصله النهائيه ما بين ده وده بتاع اورجانيك نيشن بالنسبه لي ملوش اي لازمه، ما كانش ليه اي تاثير على الاستريس ولا حتى على النوم. بتاع امتنان كان محسن لي جوده النوم ومحسن لي الاستريس، وشكرا. ملحوظه اخيره، انا مش بعمل اعلان ولا قابض من اي شركه عشان اقول اي حاجه